السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة وخبر جديد. طعنة غادرة من تشافي لنجم برشلونة. أصدر نادي برشلونة قرارا صادما تجاه أحد لاعبين البارزين في الميركاتو الصيفي الجاري حسب تقارير صحفية أسبانية. وسبق أن ذكرت التقارير أن برشلونة عرض خدمات إنسو فاتي دون علمه على باريس سان جيرمان للتخلي عن صفقة عثمان ديمبلي. ووفقا لصحيفة سبورت الأسبانية فإن برشلونة قرر عرض فاتي في سوق الانتقالات والاستماع إلى العروض المقدمة للاعب الشاب. وأشارت إلى أن إدارة برشلونة أبلغت ممثلي فاتي بهذا القرار رغم أن اللاعب كان يأمل في البقاء مع البارسا. وأوضحت أن خورخي مينديز وكيل فاتي يعلم بالقرار لكنه لن يضغط على اللاعب للموافقة على الرحيل. وكشفت أن برشلونة تلقى عرضا بقيمة 50 مليون يورو لفاتي من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أن هناك اهتماما من فريق أسباني آخر من السعودية. وقالت سبورت أن إدارة برشلونة ترى أن فاتي سيرحل عن الفريق هذا الصيف. وكانت تشافي هرنانديز مدرب برشلونة قد أثار الكثير من الجدل بعد كأس خوان جامبر مؤخرا عندما صرح بأنه لا يستطيع ضمان شيء عن مستقبل أنسو فاتي. ومن المحتمل أن يجري تشافي وفاتي محادثة أخيرة عن مستقبل اللاعب في الأيام المقبلة بعد افتتاح الليجا. وبكده يكون انتهى الخبر. أتمنى ينال إعجابكم، متنسوش دعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.